واحد طلع بيقول لتريكا انت بعد اعتزالك كان المفروض تقف على عربيه تين شوكي. على فكره تريكا ما عندوش مشكله ان هو يقف على عربيه تين شوكي او حتى على عربيه بطاطا، لانه بالفعل هو قبل كده اشتغل في مصنع طوب وكان بيكنس الراتش بتاع الطوب وكان بيعمل حاجات كتير قوي انت بتشوفها حاجه صغيره او تقلل من الكرامه لانك ما بتفهمش في قيمه العمل الشريف. الراجل ده ما عندوش مشكلة انه يكسب لقمة عيشه بأي شكل شريف ومحترم، حتى لو كان لقمة عيشه دي على قد الحال. أهم حاجة عنده انه يكون صوته من دماغه. فهو لما بيهاجم تشيلسي بيهاجمها من دماغه، لما بيتكلم كلام كويس عن الدوري السعودي بيكلمه من دماغه، لما بيتكلم عن أي حد بشكل إيجابي أو سلبي بيبقى من دماغه. والراجل على فكرة ما عندوش مشكلة خالص يتحمل تبعات افكاره ومبادئه، بدليل ان هو بيعيش معاناه حقيقيه في العوده لبلده بسبب افكاره.